السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة الربح مع محمد نور. ولو دي أول زيارة ليك يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس ليأتيك كل جديد، وما تنساش تدعمنا باللايك وتسيب لنا تعليق أسفل القناة، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. التطبيق اللي هنتكلم عنه النهارده تطبيق تعدين عمله بي سي ام، العمله على شبكه بي اي نتورك، بس العمله دي منفصله عن عمله بي اي. عمله بي سي ام ليها تطبيق خاص تقدر تعدن من خلاله. العمله هيبقى نفس نظام عمله بي اي، تقدر تعدنها وبعد كده تقدر تشتري او تبيع منتجات على المتجر الخاص بشبكه البي اي نتورك. هنتعرف مع بعض ازاي ننشئ حساب وازاي توثيق الحساب وازاي تعمل محفظه على الشبكه الرئيسيه والشبكه التجريبيه. اول حاجه هتلاقي رابط التطبيق وكود الاحاله الخاص بيا في صندوق الوصف اسفل الفيديو. اضغط عليه هيحولك على متجر جوجل علشان تقدر تحمل التطبيق، وبعد ما تحمل التطبيق هيدخلك على الصفحه الموجوده امامك. اول خانه عنوان الايميل بتاعك، تاني خانه هتضغط على ارسال الكود، هيبعت لك كود على البريد، تنسخ الكود وتعمل لاست كون وتدخل الباسورد وبعدين تاكد الباسورد، ولازم يكون الباسورد يحتوي على حروف كبيره وحروف صغيره وارقام واي علامه مثل شباك او نجمه عشان يقبلوا الباسورد. اخر خانه تكتب كود الاحاله الظاهر امامك، لان شروط التسجيل لازم تكون داخل بكود احاله علشان تقدر تسجل. بعد ما تجيب الكود من الايميل وتكتب كود الاحاله تقوم عامل استمرار، هيقوم مدخلنا على صفحه اللي احنا سجلنا والتسجيل تم بنجاح. هنقوم ممكن احنا نفعل البصمه، هنقوم مفعلينها كده بحيث ان انت تسهل على نفسك ما تدخلش الايميل والباسورد كل مره، وهي ديت هتبقى واجهه البرنامج. البرنامج بسيط يا جماعه ما فيهوش اي مشكله. هنا عندك الكي واي سي، تمام، اللي انت هتخش تسجل ببياناتك الحقيقيه بحيث ان انت تعمل توثيق للهويه. اول خانه هنا هتدخل الدوله اللي انت منها، وبعدين الوثيقه اللي انت عايز تعمل توثيق بيها اذا كانت البطاقه او جواز السفر او اخرى، وبعدين هنا بتدخل اسمك بس يكون اسمك الحقيقي، وبعدين هنا بتدخل هويتك، يعني ممكن تعمل اسم مستخدم وبعدين بتعمل استمرار. وهنا زي ما انت شايف هيطلب منك تدخل صورة البطاقة، الوجه والخلفية، يعني هتصور صورة مرة للوجه وصورة مرة لخلفية البطاقة وبعدين تعمل استمرار. هيدخلك ان انت تلقط فيديو لوجهك، وممكن يديك شوية ارشادات اللي انت تقول لك اضحك او اتكلم او غمض عينيك. طبعا التوثيق ده كله بيبقى واحد، ولو اي حد وثق في اي منصه قبل كده او اي برنامج قبل كده هيكون الموضوع ده سهل بالنسبه له. وبعد ما تعمل الخطوات دي كلها هيجيب لك هنا تحت المراجعه، ممكن في خلال ساعه يتم المراجعه ويتم الموافقه على الحساب بتاعك. بعد كده هنقوم رايحين للتطبيق عشان نشوف ايه الخطوات التانيه اللي احنا هنعملها عشان نقدر اللي احنا نظبط الحساب بتاعنا ونقدر اللي احنا نعدل بسهوله. نقوم راجعين خطوه لورا بحيث نرجع لواجهه التطبيق. بعدين هنيجي على المحفظه هنا ونقوم ضاغطين عليها. هنا هيقول لك انشئ محفظة العقد، هنا بيقول لك انشئ محفظة جديدة، ولازم هنا تكون على الشبكة الرئيسية او المينت لو انت حسب اللغة بتاعتك انجليزي او عربي. وبعدين هتقوم جاي هنا اعمل انشاء محفظة، نقوم رايحين المكان دوت، وبعدين هيجيب لنا اللي احنا نأكد الاتفاقية اللي هو عايزها. هنقوم عاملين على المربعات دي علامات صح، وبعدين ندخل الباسورد بتاعنا هنا عشان ناكد على الاتفاقيه اللي هم عايزينها. وهنا يجيب لك اللي هو بينشئ المحفظه، ولو جاب لك مربع ان انت هتنشئ محفظه ثانيه برضو كرر نفس العمليه، لان العمليه ممكن تتكرر كذا مره، بس هي من اول مره هنا جاب لي اللي هو تم انشاء المحفظه. هنقوم رايحين هنا، يعني احنا كنا عاملين محفظه على الشبكه الرئيسيه، دلوقتي هنعمل محفظه على الشبكه التجريبيه، نفس القصه بالظبط. هنقوم عاملين انشاء محفظه، هو هنا هيبحث لك اللي هو هيعمل لك المحفظه بتاعك، وبكده برضو هو عمل لنا المحفظة. احنا عملنا دلوقتي المحفظة على الشبكة الرئيسية وعملنا المحفظة على الشبكة التجريبية. بعد ما جاب لك المحفظة هيجيب لك هنا كلمة مطالبة، اضغط عليها عشان تاخد بعض العملات اللي هو هيديها لك. وهنا هو بيديك 3 عملات و14 سنت من العملة مجانا. طبعا الشبكة التجريبية غير الشبكة الرئيسية، فاحنا لازم نعمل الخطوات دي كلها عشان نقدر بعد كده نعدل. طب هنقدر ان احنا نعدل ازاي؟ نقوم رايحين بعد كده عشان نعدل هنيجي هنا ونختار الشبكة الرئيسية عشان نقدر ان احنا نخش العدل. هنقوم رايحين على التطبيق هنا الصفحه الرئيسيه بتاعته، وبعدين هنقوم عاملين هنا تعدين. هيجي لنا على صفحه التعدين بالمنظر ده كده، كل 24 ساعه تخش تقوم عامل تضغط ضغطه واحده بس كده، وبعد كده هو بيعد ساعات هنا اهوت 24 ساعه، وتقدر ان انت تخش عشان تكمل تعدين.
كل 24 ساعه بتقوم عامل تعدين، تضغط على المربع اللي هنا ده، وبعد كده هو بيعدل لوحده. بعد كده هنروح نشوف سعر العمله كام. هي العمله موجوده في الماركت كاب، يعني لسه ما اندرجتش على المنصات. هنقوم رايحين عند هنا كده، وبعدين هنخش هنا عشان نعرف سعر العمله موجوده كام. هنا سعر العملة موجود 1 دولار و10 سنت، وكل ديت المعلومات عن العملة وكل شيء بالنسبة للعملة. طبعا زي ما قلنا ان العملة مش مندرجة على المنصات، هي موجودة في الماركت كاب، يعني موجودة البيانات بتاعتها، واللي هي قريب جدا ممكن تندرج في المنصات بإذن الله. هنقوم راجعين للتطبيق. عندك هنا المتجر اللي انت تقدر تخش تبيع منتجات وتشتري منتجات، بس لازم بيقول لك اللي انت هتدمج حسابين في بعض، تعمل استمرار، بعدين تقوم عامل دمج، بيقول لك تم الدمج. الموضوع سهل جدا. هتقوم رايح وبعدين ترجع تاني هنا، وبعدين تخش على المتجر. طب هو بيقول لك لازم تكتب الباسورد الاول بتاعك، وتعمل خطوات عشان تقدر تخش على المتجر اللي انت تقدر تشتري منتجات او تبيع منتجات. هتقوم عامل ارسال الكود للايميل، وتقوم جايب المربع هنا عشان ينفذ العمليه، وهتروح للايميل بتاعك وتجيب الكود وتعمله لاصق هنا. وبعد كده هتقوم كاتب هنا باسورد جديد تعمله من ارقام، عشان بحيث ان الباسورد ده تعمل بعد كده اي طريقه للدفع منه. هتقوم عامل تنفيذ، وهنا يقول لك اللي انت قمت بتعيين كلمه مرور بنجاح، وتعمل نعم، وتقوم راجع تاني. وبكده هو بيدخلنا على المتجر اللي احنا نقدر نشتري منتجات او نبيع المنتجات بالعملتين، عملة البي اي او العملة بي سي ام. تمام. هنا عندك اهوت تقدر تختار الدولة اللي انت عايزها من المكان ده كده، عشان تكون تختار الدولة اللي انت فيها. هنقوم مختارين مصر. وهنا جاب لك كل المنتجات اللي بتتباع في مصر، وتقدر ان انت تبيع اي حاجه انت عايزها بالعمله، اذا كان عمله بي اي او العمله اللي احنا شغالين عليها دلوقتي اللي هي بي سي ام، او اللي انت لو انت معاك عمله وعدلت عمله تقدر تشتري اي منتج من ده. فانا قلت لك ان العملتين منفصلين، يعني كل عمله لوحدها، بس هي شغاله بنفس الطريق وشغاله على المتجر اللي هو العالمي دوت، ان الناس كلها بتقدر تبيع وتشتري من خلال المتجر دوت، وتقدر اللي هي تجيب العملتين ضمت او تبيع وتاخد العملتين ضم. وبكده يبقى احنا نهينا جميع الشرح بتاع البرنامج والتطبيق، وهو التطبيق سهل، واللي انت هتقدر كل يوم تخش تقوم عامل تعديل، والموضوع خلصان على كده. وعدن على قد ما تقدر وما تفوتش يوم، بحيث ان انت تقدر تعدن كميه كبيره. وباذن الله العملتين ضمت برضه يعتبر اول عملتين على الشبكه، يعني هي شبكه جديده زي شبكه البيتكوين وعليها عمله، وممكن تضيف كمان عمله. فهي برضو نفس الموضوع، شبكه بي اي نتورك هي شبكه جديده وبتضيف عليها عملات. دي تاني عمله اللي احنا بنشرحها ديت. وباذن الله طبعا الحاجات والعملات الاولانيه دي بتبقى عملات قويه دايما في اي شبكه جديده، فاكيد باذن الله بعد كده هنلاقي عملات كتير على نفس الشبكه، وهنلاقي ربح كتير باذن الله، وهنقدر ان احنا نبيع ونشتري بالعملات ديت، ونقدر نبيع المنتجات بتاعتنا، وباذن الله يبقى مشروع كويس ومشروع مربح. وبكده احنا عرفناكم كل حاجه عن التطبيق وعن المشروع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.